أحد الشواهد المتبقية على علاقة غابرة بين الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا دبابة إسرائيلية غنمت في البقاع اللبناني قبل 34 عاما في معركة السلطان يعقوب. أرسلت لموسكو في سياق الحرب الباردة آنذاك بين السوفيت من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى. واليوم تعود هذه الدبابة هدية معززة إلى إسرائيل، فالعلاقات بين روسيا وإسرائيل تبدلت وأصبحت الصداقة عنوانا لها. قراركم الرد إيجابا على طلبنا إعادة دبابة من أيام معركة السلطان يعقوب لفتة إنسانية وبادرة حسن نية نثمنها عاليا. بادرة حسن نية إذن تقدم كذكرى لذوي طاقم الدبابة الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن. واللفتة الروسية التي وصفها نتنياهو بالإنسانية يختلف أمرها لدى السوريين. هذه الدبابة الإسرائيلية أهديت للاتحاد السوفيتي، فلا يصح أخلاقيا للروس أن يهدوها لإسرائيل، لأن إسرائيل هي عدوة للشعب السوري. معركة السلطان يعقوب لم تكن نقطة تحول هامة في الحرب اللبنانية الأولى وحسب، بل كانت أيضا ساحة لمواجهة القوى العظمى من خلال استعراض قدرات أسلحتها على الأرض، الدبابات السوفيتية من الجانب السوري مقابل الدبابات الأمريكية من الجانب الإسرائيلي. هذه الدبابة كانت إحدى الدبابات الأوائل التي أدرج فيها نظام الحماية النشطة، وسوريا قدمتها الآن لروسيا بعد حيازتها في معركة سلطان يعقوب. غنيمة سوريا إذن أصبحت هدية لإسرائيل، ويرى متابعون أن سكوت النظام السوري هو استسلام للأمر الواقعي الذي تبسط فيه روسيا سيطرتها على سوريا، مراعية بذلك علاقتها الحميمة مع إسرائيل. شهر عسل، هكذا باتت توصف المرحلة الراهنة من العلاقات الروسية الإسرائيلية، وأن تمنح موسكو إسرائيل هدية استلمها الاتحاد السوفيتي من سوريا، كأن تقول لا فرق بين هذا الصديق وذاك، ولا فرق إن كنتم أصدقاء أو أعداء فيما بينكم، فالقرار بات لي. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.